ورحمة الله وبركاته. معكم مس إيمي. النهاردة برحب بكل الطلبة والطالبات وأعزائي طبعا أولياء الأمور. النهاردة معانا المنهج الجديد اللي هنشرحه النهاردة الخاص باللغة الإنجليزية لسنة 2026 الترم الأول. النهاردة هنشرح المنهج وهنبتدي النهاردة في يونت 1. طبعا مصدرنا في الشرح هيبقى كتاب المعاصر زي ما احنا شايفين النسخة الجديدة. الدرس الأولاني أو اليونت 1 اللي هنستخدمه هو اسمه Life in a Digital World. Life in a Digital World. الحياة في العالم الرقمي. الحياة في عالم رقمي. الوحدة دي هتعرفنا حاجات خاصة بالعالم الرقمي، وهناخد برضو فيها جرامر بسيط كده عبارة عن البريزنت تنس. والبريزنت تنس ده المضارع البسيط، وده يعني تنس خفيف جدا مش محتاج مننا صعوبة ومفيهوش أي صعوبة خالص. زي ما احنا شايفين معانا هنا هنشرح اليونت الأولاني أو قدامنا دلوقتي 2 lessons. Lesson 1 A day in my digital life. Lesson 1 A day in my digital life. Lesson 2 How we use technology. إزاي نستخدم التكنولوجيا. دلوقتي قدامنا حاجة اسمها key vocab. key vocab دي مفاتيح الكلمات. مفاتيح الكلمات دي مهمة محطوطة في أول اليونت كده عشان نستخدمها، وهنلاقيها في اليونت في وسط القطع في القراءة في الحاجات دي، وطبعا هيكون في أسئلة عليها. أول كلمة اسمها digital. digital ودي adjective وتعتبر صفة، والحاجات اللي بين الأقواس دي في اليونت هنعرف معانيها بعدين عشان ما دوخكمش وما لففكمش يعني. digital رقمي. technology تكنولوجيا technology. تابلت لوح كمبيوتر لوحي اللي هو تابلت اللي احنا عارفينه. device اللي هو الأجهزة device. e-books اللي هي الكتب الإلكترونية e-books. chat اللي هو الدردشة. balance اللي هي التوازن. اب اللي هو الابليكيشن اللي هو التطبيق اللي بيبقى على التليفون او بيبقى على الويندوز ابليكيشن. عندنا هايبرد بس. هايبرد بس يعني حافلة هجينة. الحافلة الهجينة اللي هي بتشتغل بالكهرباء وبالبنزين معا. الكلمة اللي بعد كده سكرين. سكرين يعني شاشة. الكلمة اللي بعد كده سبورة. سمارت بورد. سمارت بورد. الكلمة اللي بعد كده ويب سايت. موقع إلكتروني ويب سايت. الكلمة اللي بعد كده لابتوب. لابتوب كمبيوتر محمول لابتوب. ريمايند يعني يذكر شخص بشيء ما. ريمايند. ناخد بالنا من الكلام ده لأنه هنتلاقيه تحت في الأسئلة. effect يعني يؤثر. نايت مود اللي هي الرؤية الليلية اللي بنستخدمها في التليفون مثلا في السمارت فون بتاعنا. سيرش اللي هو البحث. وسمارت فون اللي لسه قايل لكم عليه اللي هو الموبايل اللي بنستخدمه في ايدينا ده الهواتف الذكية. طبعا عندنا تدريب وذكي. هي متجاوب عندي بس مش مشكلة. التدريب هنا يعني عندكم مش شايفين الإجابات بس نحاول يعني نفهم الجملة البسيطة اللي قدامنا دي. جمل بسيطة جدا ومحتاج نحل الفاضي بتاعها، فده شيء سهل مفيهوش أي مشكلة. عندنا أول sentence بتقول Can you me to bring my English book tomorrow. نفكر فيها شوية كده ثواني ونشوف هو يقصد ايه بالجملة دي وايه اللي ممكن نجاوبه من الكلمات اللي معايا. ايه هو Can you me to bring my English book tomorrow. Yes
الإجابة الصحيحة هي Can you remind me to bring my English book tomorrow؟ احنا لسه أخدينها إن remind معناها تذكير الشخص بشيء ما. Can you remind me to bring my English book tomorrow؟ عندنا sentence الثانية بتقول I always use the note on my smartphone to protect my eyes. I always use my note on my smartphone to protect my eyes. هنا بيقول لك ايه؟ انا بيقول ان انا دايما بستخدم على التليفون بتاعي حاجه بتحمي عينيا. فكر فيها ثواني كده، ايه اللي ممكن نستخدمه على التليفون لحمايه العين من الكلمات اللي موجوده فوق؟ 5 كلمات. بنستخدم طبعا النايت مود. I always use the night mode on my smartphone to protect my eyes. السنتنس الثالثة number 3 don't look at the note for too long. Don't look at the note for too long. بيقول لك لا تنظر لإيه لمدة طويلة. ايه الحاجة اللي دايما اهالينا بيقولوا لنا ما تبصوش عليها عشان عينيكم مثلا لمدة طويلة؟ ايه هي الحاجة الصغيرة؟ السكرين. Yes, you're right. Don't look at the screen for too long. لا تنظر إلى الشاشة لمدة طويلة. طيب. Sentence number 4 بتقول he prefers searching for information on his note. He can take it everywhere. ايه هو؟ اقصد ان هو بيقول ان هو بيفضل يبحث عن معلومات من شيء معين وبيقدر ياخده في جميع الاماكن. نفكر فيها شويه، ايه هي الحاجه اللي نستخدمها كده وموجوده عندنا في وسط الكلمات، ما عادش في كلمات خلاص يعني. Yes, you're right. Laptop. He prefers searching for information on his laptop. He can take it everywhere. دلوقتي نقدر نخش في كلمات lesson 1. احنا كده خلصنا المفاتيح. ايه هو الكومبليت فلوينت سنتنس بتاعتها؟ lesson 1 عندنا الكلمات بتاعتها. اول كلمه بتقول without دي حرف جر، خدنا بالنا جنبها اختصار preposition حرف جر. without قلنا هنشرح الاختصارات دي بعدين. without عشان ما نتوهكش. بدون without بدون. تاني الكلمة التانية اللي معانا share معنى يشارك. بعد كده check يفحص أو يتحقق. بعد كده messages يعني رسائل. عندنا الجنب التاني interesting معنى شيق أو ممتع. facts حقائق. projects. الكلمة اللي بعد كده هي blog مدونة إلكترونية. الصفحة اللي بعد كده هنشوف معانا إيه. أول كلمة bedtime وقت النوم. الكلمة اللي بعد كده space الفضاء. الكلمة اللي كده habit عادة. الكلمة اللي بعد كده planets كواكب. وtype يعني يكتب. ونيوز يعني أخبار. wisely يعني بحكمة. وبريك يعني استراحة. الصف الثاني من الكلمات عندنا كلمة useful مفيد. online عبر الإنترنت. start يبدأ. adventure stories قصص مغامرة. cousin ابن العم أو ابن الخال. amazing
amazing أو رائع. portable يعني متنقل. عندنا كلمات تانية social media وسائل التواصل الاجتماعي. journey رحلة. reduce launch ينطلق. launch electricity كهرباء. pollution تلوث pollution. company والكلمة اللي بعد كده smart navigation اللي هي الملاحة أو التوجيه الذكي. smart navigation. الكلمة اللي بعدها support يعني يدعم أو يؤيد. support. الصف الثاني من الكلمات science class يعني حصة العلوم. فيديوهات. technology habits يعني عادات تكنولوجية. engines محركات. engines. smart transportation يعني النقل الذكي. transportation. vision رؤية. greener أكثر حفاظا على البيئة. greener. locally محلي. locally. ديزل وقود الديزل. دلوقتي احنا معانا شيء جديد اسمه conjunction of irregular verbs تصريفات الأفعال الغير منتظمة. وعندنا الأفعال الغير منتظمة بتنقسم إلى مضارع وماضي وتصريف ثالث. المضارع يعني present وباست participle. عندنا هنا في الكلمات لازم تتحفظ كويس جدا لأن هي متصنفة كده. أول كلمة معانا هي think يفكر. think thought احفظوها كده. think thought اللي بعدها send yourself. sent بالتي. sent بي في الآخر بحرف تي. نو يعرف. knowing يعرف. feel يشعر. felt feel felt feel felt نحفظها بالطريقة دي وهتبقى سهلة يعني نحفظها كده على بعضها الثلاثة مع بعضهم هتبقى أسهل من إن نحفظها كلمة لأنها هي ستاندرد. الكلمة اللي بعدها hurt يؤذي. الكلمة اللي بعدها spent بالتي. spent يقضي وقت. spent عندنا هنا هندرس شوية تعريفات definitions مهمة طبعا لازم يعني على الأقل نبقى عارفينها عشان لما هتجيلنا في وسط الأسئلة هي مش هيجيلنا عرف لي كذا، لا هي هتجيلنا في وسط الأسئلة هيجيلنا مثلا أماكن مفرغة يقول لك دي إيه دي بتعمل إيه كده يعني. أول جملة معانا أو أول تعريفة معانا screen اللي هي الشاشة. بيقول لك a flat surface on which pictures or words are showing. A flat surface on which pictures or words are showing يعني شيء يعني مسطح بيتشاف عليه أو بيتعرض عليه الصور أو الكلمات مش للعرض. ده الشاشة السكرين. A flat surface on which pictures or words are showing. هنرددها كتير ونحفظها عشان هي هتجيلنا في الكلمات والأماكن المفرغة. A flat surface on which pictures or words are shown. الكلمة اللي بعدها e-book
an electronic book you can read on a screen instead of on paper. An electronic book you can read on a screen instead of an paper. يعني هي كتاب إلكتروني نستطيع أن نقرأ فيه من غير ما نستخدم الورق. ده الإي بوك، الكتاب الإلكتروني. an electronic book. اللي بعده لابتوب هو portable computer، حاسوب متنقل. a portable computer. a portable computer. خدنا portable دي فوق. معانا ايه تاني في definition تاني؟ عندنا night mode. night mode اللي هو وقت التشغيل الليلي، وقت الشاشة، وقت التشغيل الليلي. A dark screen setting to protect your eyes in low light. ده night mode. A dark screen setting to protect your eyes in low light. يعني شاشة مظلمة متظبطة يعني إن هي تحمي عينيك في الإضاءة المنخفضة. تمام؟ ده وقت التشغيل الليلي اللي هو النايت مود. عندنا definition ايه تاني؟ عندنا السمارت بورد. smart board an interactive board used in classrooms for teaching lessons. السبورة الذكية smart board an interactive board used in classrooms for teaching lessons. يعني هي شاشة تفاعلية بتستخدم في الحصص الدراسية للتعليم الدروس. an interactive board يعني شاشة تفاعلية. عندنا definition تاني برضو اسمه website. A page on the internet that gives information or lets you do things online. website اللي هو الموقع الإلكتروني. A page on internet that gives information or lets you do things online. يعني هي صفحة على الإنترنت بتديك معلومات أو تقدر أنت تعمل حاجات برضو أونلاين، يعني تاخد informations و do things online. ده الويب سايت. A page on the internet that gives information or lets you do things online. ده الموقع الإلكتروني. دي حاجات أصلا أنتوا عارفينها أعتقد. digital using computer technology or electronic device. digital يعني رقمي، بيستخدم using computer technology تقنيات تكنولوجيا الحاسوب أو التكنولوجيا اللي هي بتاعت اللي هي الإلكترونية. using computer technology or electronic device. digital using computer technology or electronic device. digital يعني رقمي. قرروها كتير وهي هتبقى سهلة. اللي بعد كده definition screen time. The time you spend using device like phones or computers. وقت استخدام الشاشة اللي هو screen time. The time you spend using device like phones or computers. الوقت اللي انت بتستخدمه او بتقضيه، الوقت اللي انت بتقضيه وانت بتستخدم التليفون او الكمبيوتر. ده السكرين تايم، وقت استخدام الشاشة. تمام كده معايا؟ كده نمتوا. دي حاجات سهلة واصلا احنا بنقولها كتير. اخر حاجة في الديفينيشنز هي السوشيال ميديا. هي وسائل التواصل الاجتماعي. online platforms where people connect and share content. Social media, online platforms where people connect and share content. وسائل التواصل الاجتماعي.
تمام؟ يعني بنتواصل مع الناس وبنشير معاهم المحتويات زي ما بنعمل عادي على الفيسبوك والانستا وكده. دلوقتي معانا حاجة اسمها collections، يعني متلازمات لفظية. أول كلمة معانا اسمها take breaks. take breaks، take يعني يأخذ، وبريكس يعني فترات راحة، فتيك breaks يعني يأخذ فترات راحة. تاني كلمة معانا هي spend time. spend time يعني يقضي وقت. spend time. تالت كلمة معانا هي check. check the phone يعني يتحقق من الهاتف. check the phone، يتحقق check. check the phone. check the phone. اوكي. جنب التاني في كلمة create. create يعني يوفر. create. فcreate يعني يوفر، وعمل يعني jobs، فcreate jobs يعني يوفر فرص عمل. create jobs. create jobs. طيب الكلمة اللي بعد كده play. play يعني يلعب. play online games يلعب عبر الإنترنت. play online games. play online games. play online games. عندنا هنا حاجة جديدة برضو اسمها synonyms and antonyms. مترادفات ومتضاربات، يعني الكلمة ومرادفها ومضاد بتاعها. الورد والسينونيم والأوبزيت بتاعها. عندنا أول كلمة اسمها amazing. amazing معنى مدهش. المرادف بتاعها wonderful or fantastic. wonderful fantastic. wonderful fantastic. طيب الأوبزيت بتاعها أو الأنتون بتاعها إيه؟ normal or ordinary. normal or ordinary عادي. normal أو ordinary. طيب الكلمة اللي بعد كده إيه؟ teach. teach يعني يعلم، ومرادفها educate. طيب المضاد بتاعها يتعلم learn. 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 طيب الكلمة اللي بعد كده connect. connect. connect دي يعني يربط. طيب المرادف بتاعها إيه؟ join أو link. join أو link. طيب العكس بتاعها الأوبزيت بقى disconnected. 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 أوكي. عندنا هنا باقي الكلمة مرادفها وعكسها. عندنا protect يحمي، مرادفها safe، مضادها harm يضر. harm. harm. طيب عندنا كلمة wisely. wisely بحكمة. wisely بحكمة. المرادف بتاعها sensibly. sensibly. طيب المضاد بتاعها carelessly. carelessly. طيب عندنا useful. useful يعني مفيد، مرادفها helpful. helpful. طيب المضاد بتاعها useless أو unhelpful. useless أو unhelpful. طيب الكلمة اللي بعد كده support يعني يدعم. support مرادف بتاعها assist أو help. assist أو help. طيب مضادها discourage. discourage ده يصب. طيب الكلمة اللي بعد كده reduce يقلل. reduce يقلل، مرادفها degrees. degrees. طيب مضادها increase. increase. تمام كده. ده كده احنا خلصنا الجزء بتاع المترادفات والأوبزيت.
اول حاجه معانا في البريفكس والسيفكس اول كلمه اللي هي الديجيتال. ديجيتال بتكون الصفه من الاسم، ففي الحاله دي من ديجيت اللي هي رقم بقت رقمي فبقت ديجيتال لما حطينا لها اي ال. طيب الكلمه اللي بعد كده اللي هي teaching. teaching حولنا الفعل باسم لما ضفنا له في الاخر ing فبقى teaching بدل teach، تدريس. فهمتوا معايا؟ طيب عندنا برضو تالت حاجة معانا هو ال FUL. ال FUL دي بتحول الفعل لصفة، بتحول الفعل لصفة. طب ازاي؟ بتستخدم مثلا use وتخليها useful، بعد ما كانت use عادية بتخليها useful يعني قادرة على الفعل، بدل ما هي use تستخدم لا بقت قادرة على الفعل useful. فهي هنا عملت ايه؟ حولت الفعل العادي ان هو يبقى بقى useful ان هو قادر على بقى الصفة. تمام؟ طيب اللي بعد كده ايه؟ ال ly. ال ly دي وظيفتها انها تحول الصفة لظرف، وظيفتها انها تحول الصفة لظرف. ازاي؟ مثلا زي wise ليه حكيم، حطت لها ly في نهاية الكلمة وبقت wisely، بقت بحكمة. wisely بقت بحكمة wisely. تمام؟ فهنا لو عايزين نستخدمها لوصف ازاي تم الفعل ده، ازاي حدث، فهنضم ضايفين ly عشان نحولها لظرف فكده هنوصف الصفة. فلما بنوصف الصفة كده معناه اللي بقى ايه؟ adverb يعني ظرف، فبقى wisely بدل wise wisely. خدتوا بالكم معايا؟ تمام؟ اوكي. الكلمة اللي بعد كده او المجموعة اللي بعد كده اسمها ال ION. ال ION دي بتحول الاسم لصفة او اسم يشير للشخص، بتحول الاسم لصفة. ازاي ال IAN دي؟ احنا في ION، سوري يا جماعة. ال ION بتحول الفعل لاسم. ال ION بتحول الفعل لاسم، زي navigate بقت navigation توجيه وملاحة، وبليوشن كانت بليوت بقت pollution تلوث. هي بتحول الفعل بترجعه تاني وتخليه اسم. في الحالة دي بنضيف ION. تمام؟ طيب عندنا آخر حاجة هنا في السيفكس وبرفكس ال ITY. ال ITY دي بتحول الصفة لاسم. ازاي؟ يعني electric حولتها electricity يعني حولت الكهربائي او الكهرباء الكهربائي، يعني هي حولت الصفة لاسم رجعتها تاني. حولت بقت بدل ما كانت كهرباء رجعتها كهربائي، بدل electric بقت بدل electric بقت electricity. اوكي بيحول الصفة لاسم. كده يا جماعة احنا خلصنا الجزء بتاع البرفكس والسيفكس. هنخش دلوقتي على الجزء اللي بعده. وطبعا قبل ما نخش على الجزء اللي بعده لازم نقول ان المفردات الجديدة اللي بنستخدمها دي بتبقى من كلمة واحدة، وبتفهمنا ازاي الكلمة دي ممكن نغيرها
لما بنزود لها حروف معينة في بداية أو في بداية الكلمة أو آخر الكلمة، وده بيخلينا نعرف نكون جمل صح. فنركز يا جماعة عشان نحفظ دول لازم يتحفظوا. بنركز يا جماعة عشان نحفظهم كويس. وطبعا هنظبط الموضوع دون في الاكسرسايز اللي هتجيلنا بعد كده في الأسئلة، فما نقلقش في الموضوع ده. طيب الجزء اللي بعد كده ده جزء الاكسرسايز بتاع الفوكاب. عندنا choose the correct answer from A أو B or C or D. السؤال الأولاني number 1 بيقول the opposite of the word protect is. عكس كلمة protect is teach, connect, learn, harm. الإجابة إيه؟ عكس protect. عكس الإجابة هنا هتبقى harm. طيب معانا السؤال التاني. عندنا السؤال رقم 2، التدريب رقم 2. we add the suffix نقط to the form the adjective from the word digital. بنحط ايه في نهاية كلمة digital عشان تتغير وتبقى صفة؟ بنحط لها ايه؟ meant ولا once ولا al ولا ion؟ digital. انا جاوبتها فعلا al. طب تمام، هي سهلة على فكرة، بس انتوا بس بقوا ايه ركزوا شوية. السؤال رقم 3 number 3 we add the suffix نقط to the form the adjective from the word help. عايزين نحول الفعل help للصفة. هنزود ايه في آخر الكلمة؟ nes ولا full ولا ing ولا ed؟ عايزين نحول الفعل للصفة. سهلة، عايزين نحول الفعل لصفة. help هتبقى لازم نحولها لصفة. نزود ايه في آخر كلمة help؟ full. هتبقى helpful. برافو عليكم. معلش هي في الحاجة في الأول كده بتبقى صعبة، بس بعدين هتبقى سهلة وكويسة، مفيهاش حاجة المذاكرة طبعا. عندنا السؤال number 4 the antonym أو the opposite أو المضاد بتاع كلمة of the word reduce ينقص is increase ولا protect ولا decrease ولا support؟ عكس الإنقاص. عكس الإنقاص إيه بقى؟ increase ولا protect ولا decrease ولا support؟ increase. برافو عليكم. excellent. برافو عليكم. برافو عليكم. طيب السؤال number 5 بيقول amazing and النقط have the same meaning. يعني amazing وكلمة تانية بيدوك نفس المعنى. خدناها في المرادف. dark ولا fantastic ولا digital ولا local؟ dark ولا fantastic ولا digital ولا local؟ amazing وإيه بيدوك نفس المعنى؟ amazing وإيه؟ amazing وإيه؟ سهلة. amazing and fantastic. برافو عليكم. excellent. برافو عليكم. طيب احنا دلوقتي